السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده هنكمل الجزء التاني ونشوف المثال العملي مع بعضنا ازاي نقدر ننتجريت الكي از لوجن سيستم مع لارافيل ابلكيشن بتاعنا. احنا عندنا زي ما قلت لك ده كل اللي عندنا هو لارافيل ابلكيشن بسيط خالص. كل اللي عندي ريكويست واحد، مفيش اكتر من كده. بوست ريكويست بيبعت على الاوردرز، تمام. والبوست ريكويست ده بيبعت على الاوردر كنترولر، والاوردر بس مجرد ان هو بينجكت الاوردر سيرفيس وبيروح يستور اوردر جديد. في ستور الاوردر ده في الاوردر سيرفيس، انا اول حاجه عندي ببدا افاليديت الريكوست، وبعد كده بريبير الداتا بشكل معين عشان اسيفها في الداتابيز، وعندي طريقه وكاتش. ولو حصل كاتش ببدا لوج الايرور اللي حصل ده، تمام، واحط معاه المسج والايرور تريس بتاعي. وبعد كده برن شويه باك جراوند جوبس. طيب انا دلوقتي عندي هنا مثلا في الفاليديت ريكوست ده بيفاليديت مثلا الانفنتوري في الاوردر، بعد كده بيفاليديت اليوزر وصل للليميت بتاعه ولا لا، وبعد كده بيفاليديت الكوبون، تمام. فانا اول حاجه في بدايه الفايل، في بدايه الفانكشن بتاعتي حاطط ريكوست، بقول ان انا بدات استارت الريكوست فاليديشن، تمام. في حاجه مهمه في اللوجز ممكن تفيدك، حاول تحط بريفكس ثابت لحاجه معينه. يعني انا مثلا شغال في الاوردر سيرفيس وده الريكوست بتاع البليس اوردر، فانا عامل بريفكس واحد اسمه اوردر سيرفيس زي ما انت شايف كده، تمام. ده هيفيدني في ايه؟ ان انا لو رحت في كيبانا اقدر اسيرش عن اوردر سيرفيس بس كده، هيبدا يجيب لي كل الستبس او كل اللوجز اللي حصلت للاوردر سيرفيس ده. ومعاها كمان اقدر احط اليوزر اي دي او الاوردر اي دي عشان يسهل عليا عمليه ان انا لو بديبج اوردر او مشكله حصلت مع يوزر معين. بعد كده ببدا اتشيك الانفنتوري، فجوه الانفنتوري برده بقول ان انا بتشيك الانفنتوري. وبعد كده في اليوزر ليميت نفس الموضوع، وبحط معاه مثلا الالاود ليميت كام والاكشوال ليميتس بتاعت اليوزر كام. وفي الكوبون نفس الموضوع. فانا في الستبس بتاعتي كلها ببدا لوج عشان اشوف انا وصلت لفين وحصل ايه وايه اللي انا عملته. بعد كده ببدا خلاص بقول ان كل التشيكس تمام عدت. طيب خلصت الفاليديت، فانا بروح ابريبير الداتا، تمام. برضو نفس الموضوع، ببدا اشوف الداتا وبزود عليها داتا كمان، حطيت كي جديد اسمه ستاك وايه الكي. وبعد كده بلوج ان الداتا اللي اتجهزت موجوده اهي. ده الداتا اللي كانت جايه لي، وده الداتا اللي انا جهزتها، تمام. بعد كده ببدا اروح استور الاوردر بتاعي واكومت الترانزاكشن ده لو حصل، لو خلاص مفيش مشكله، وبرول باك لو حصل مشكله وبلوج الايرور. وطبعا شوت باك جراوند جوبس، ودي حاجه مهمه جدا، ان انا كمان لو انا مش شغال في الريكوست والريكوست راجع سكسس بس في مشاكل حصلت في الباك جراوند جوبس، فانا عندي هنا كده برن تو جوبس، واحده بيابديت الانفنتوري وواحده بيابديت البيمنت. فلو بصينا عليهم هنا كده في الاوردر بيمنت ده برده في الاوردر سيرفيس، وبكتب ان انا بستارت بيمنت جوب، تمام. وجواها كمان هنا، جواها هنا في البيمنت هنا كده كاتب، ماشي، في السيرفيس بتاعتنا هنا في الكونكريت بتاعنا حاطط برده لوجز ان انا بتشيك البيمنت، تمام. نفس الموضوع في الانفنتوري سيرفيس، بحطط اللوجز بتاعتي وبابديت الانفنتوري وعامل تراي وكاتش. فتعالوا نبدا نشغل بقى السيستم بتاعنا كله كده. خلينا الاول بس اقوم اللارافيل. بالمناسبه طبعا احنا شغالين دوكر، لو انت مش شغال دوكر مفيش مشكله، كل الموضوع انك بدل ما بتستخدم دوكر هتنستول الحاجات دي عندك في السيستم. طبعا المفروض قبل كل ده نشرح اصلا عندنا الدوكر بتاعنا شغال ازاي. تعال نشوف الاول الدنيا شغاله ازاي. في اللارافيل ابلكيشن انا بستخدم سيل، فلو انت عارف سيل فانا مفيش اي حاجه بعملها زياده هنا خالص، انا عندي الدنيا كلها موجوده، الا ان انا بس زودت فايل بيتس على الدوكر كومبوز بتاعي. فبقول له في فايل بيت هنا كده، بس عشان لو الخط مش كبير، تمام. بقول له الفايل بيت عندي كده، ده الايمج بتاعتي، تمام، نفس الفيرجن اللي بستخدمه في الكي. وعندي الكونتينر نيم فايل بيت، وكل الموضوع ان انا ايه، بقول له ان انا عندي الكونفيجريشن فايل ده اللي هنبص عليه دلوقتي، اعمل له مابنج جوه في الفايل بيت، وخلي وماب كمان الستورج لوجز بتاعتي اللي هي في اللارافيل ابلكيشن، تمام، على الفار لوجز لارافيل جوه فايل بيت نفسه، عشان اقدر اقول له جوه ان انت كونسيوم بقى الفولدر ده اللي هو مابنج اصلا مع السيستم بتاعي انا اللي هو بتاع لارافيل. وفي الاخر بخلي كله يتكلم من نفس النتورك عشان خاطر يقدر يشوف اللارافيل ابلكيشن بتاعي. طب ايه اللي مكتوب في الكونفيجريشن؟ في الكونفيجريشن فايل بتاع فايل بيت انا هنا ببدا كل بقول له عندي زي ما قلت لك قبل كده وانا بشرح، هو مجرد انبوت واوتبوت. الانبوت بتاعه التايب بتاعه هو لوجز، تمام. وكل الموضوع هتقرا من الباص ده فار لوج، واي حاجه عندك دوت لوج. طب والاوتبوت زي ما قلت لك هنا تقدر تقول له الاوتبوت على الاستيك سيرش او على لوج ستاش زي ما انا شرحت لك من شويه. انا بالنسبه لي هرم على لوج ستاش عشان نشوف البروسيس كلها ماشيه ازاي يعني. فايه بقى الهوست؟ اديله بقى الهوست والبورت. طبعا ده الهوست عشان انا شغال دوكر، ده المفروض الهوست والبورت بتاع لوج ستاش زي ما نشوف بعد شويه. طيب تعال نبص بقى على الدوكر كومبوز بتاع ايه الكي. الموضوع بسيط خالص برضو، كل الموضوع أنا عندي بجيب الاستيك سيرش من الفيرجن 7، هتلاقي كلهم نفس الفيرجن، يعني كلهم نفس الفيرجن عشان ما يبقاش فيه كونفليكت بين اي كومبوننت والثانيه، تمام. والفوليومز بتاعتي زي ما انت شايف بمابها وكل حاجه، وبعمل شويه كونفيجريشن فيها. وفي الاخر هيبورت على البورت بتاعه 9200، تمام. اللوج ستاش نفس الموضوع، البورت بتاعه 5044 هو ده اللي احنا قلنا في اللوج ستاش في فايل بيت، سوري، ان احنا هنكلم البورت ده، تمام. وعندنا في الاخر
كيبانا هيشتغل على 5601. تمام. عندنا كمان في اللوج ستاش بحط له كونفيجريشن فايل في اللوج ستاش هنا، فبقول له اللوج ستاش ده تمام خليه يقرا من الفولدر اللوج اللي هو الكونفيجريشن فايل بتاعنا، زي الفايل بيت دوت يامل اللي كان معانا من شويه. ايه بقى في اللوج ستاش؟ بقول له الانبوت بتاعك هتبقى واخد من بيتس، وده البورت 5044 اللي هيرمي عليه. والفلتر بتاعي لو انا عايز بعمل الفلتر ده اللي كنت بكلمك عليها، انا عايز افلتر الداتا اللي جايه مثلا، فانا بالنسبه لي انا بحافظ على نفس الليفل بتاع اللارافيل، فبقول له تايم ستامب الاول تمام، وبعد كده الليفل، وبعد كده المسج بتاعتي والكونتكست اللي جواها. والاوت بوت ايه؟ الاوت بوت هتروح ترمي يا لوج ستاش على الاستيك سيرش، فادي الهوست بتاعك تمام، الاستيك سيرش عشان طبعا احنا جوه نفس النتورك تمام، و9200 هو البورت بتاع الاي ال كي. بعد كده ده الاندكس. ايه موضوع الاندكس ده؟ تقدر تقول ده كاتيجوري برمي جوه اللوجز بتاعتي، فانا اقدر اجيب اللوجز اللي جايه من الباك جراوند جوبس ارميها على اندكس اسمه باك جراوند جوبس، والداتا اللي جايه من مثلا اي كرون جوب بيحصل في السيرفر بتاعي يترمى على اندكس اسمه كرون، واي حاجه جايه من اي اتش تي بي ريكويست تترمى مثلا على لارافيل لوج زي ما احنا كاتبين كده. فده بيسهل عليا بس ان انا يعني اعمل كاتيجورايزيشن للداتا بتاعتي، مش اكتر من كده. الاندكس ده تمام اللي هو بيرمي عليه. تمام. فاحنا بس تعالى نشتغل. طبعا خلاص لارافيل ابلكيشن اشتغل، هروح نشغل برده الدوكر بتاع اي ال كي. تمام. دوكر كومبوز اب. انا كده كل حاجه اشتغلت تمام. المفروض اروح بس اتاكد كل حاجه شغال. لوكال هوست مثلا اروح على 9200، اتاكد ان ايه الكي شغال 9200. ماشي كده لسه مشتغلش. تعال نشوف ليه. ماشي ادي ال كي تمام كده المفروض يشتغل معانا وكل حاجه، الكونتينرز قامت تمام وفعلا جاب لنا هنا، فانا كده تمام. وبعد كده نتاكد ان كيبانا شغال، سيرفيس ان افيلابل تمام، لسه بيقوم على ما اظن. تعال نشوف ليه. تمام كده كيبانا اشتغل. هو بياخد كام سنه لغايه بس ما يقوم السيرفر بتاعه، اوقات ممكن لما تيجي تشغله يقول لك يبقى انا سيرفر ازنت ريدي، فممكن تستنى بس كام سنه لغايه ما يشتغل. تعالى بقى احنا كده نشغل السيستم بتاعنا اللي هو اللارافيل بتاعنا. تعالى نشوف البورت بتاعه بس شغال على كام. على 80 68 ماشي. ممكن هوست 80 68 تمام. اللارافيل ابلكيشن بتاعنا شغال زي الفل. دلوقتي احنا هنروح الاول، هروح على الريكوست بتاعي اللي هو البوست ريكوست بتاع الاوردر، هشغله تمام. ادي هرمي على كرييت نيو اوردر. انا كل اللي بعمله زي ما قلت لك ريكوست بس مش اكتر، في مشكله في الداتابيز تمام. محتاجين نشغل الميجريشن بتاعنا. ماشي هنقول سيل ارتزن ميجريت تمام. كل المفروض دلوقتي يشتغل، فهنبعت الريكوست بتاعنا. حلو جميل. ادي الريكوست راح ليوزر اي دي مثلا 66. تعال نغير اليوزر اي دي. طبعا الكلام ده مجرد هو اكزامبل مش اكتر. انت طبعا اليوزر دي مش بتبعت في الريكوست، انت بتجيبه من التوكن بتاعته او الاوثرايزيشن توكن، لكن ده بس مجرد اكزامبل بوريك الدنيا. يعني مثلا يوزر 99 تمام. ومثلا هنا يوزر كمان 1 2 3 مثلا، فكده في ريكوستات راحت للثلاثه دول وتكاري الثلاث اوردرات للثلاثه دول تمام. تعال بقى نشوف كيبانا. احنا دلوقتي في كيبانا بعد ما بكرت الحاجات دي محتاج الاول اليسن على الاندكس بتاعي، فانا بروح في الستاك مانجمنت هنا كده، بروح حاجه اسمها اندكس مانجمنت، فبلاقي اللارافيل لوجز بتاعي ظهر هنا كده. ده الاندكس بتاعي اللي هو 24 5 اللي هو لسه متضاف دلوقتي. المفروض لو فتحنا كده ورحنا على الاستورج هنا كده تمام، على اللوجز هنلاقي 24 5 لسه متضاف دلوقتي. فهو كده اتاكدنا ان كيبانا ان الدنيا كلها اشتغلت مظبوط. راح على لوج ستاش، لوج رام على الاستيك سيرش كيبانا شايفه منه. بعد كده بروح على حاجه اسمها اندكس باترن هنا عشان اكريت اندكس جديد اقدر اشوفه في السيرش. فبكريت اندكس باترن، بيبدا هو بيجيب لي كل الاندكسز اللي عندي، فانا بس بقول واحد مثلا وليكن اسمه لارافيل، اي حاجه اسمها لارافيل على ده، فعشان يماتش كل الكيز الاندكسز اللي عندي لو انا عندي كذا اكتر من حاجه يعني، وبقول له ده تايم ستامب وهبدا كريت اندكس تمام. كل حاجه اتكريتد. بروح بقى على حاجه اسمها الديسكفر هنا كده. ديسكفر هنا ده بيجيب لي كل اللوجز اللي حصلت على الاندكس بتاعي. فلو انت عندك اكتر من اندكس تقدر تختار زي ما قلت لك من شويه. انا مثلا هعمل اندكس للباك جراوند جوبس واندكس للكورون جوبس واندكس مثلا للاتش تي بي ريكويستس، فانت تقدر هنا من هنا تختار الاندكس اللي انت عايزه وتسيرش جواه تمام.
فطبعا هنا بيقول لك ان طبعا دي كل الهيتس اللي حصلت على الاندكس ده. احنا طبعا ما كملناش 5 دقايق، ممكن كمان نخلي الوقت مثلا في اخر 5 دقايق. تمام. بعد كده انا هفترض دلوقتي ان انا عندي مشكله في الاوردر سيرفيس بتاع اليوزر اي دي اللي هو بعتناه في الاخر ده. كان فين اللي هو بعتناه ده اللي هو 1 2 3؟ فانا هاخد ده كده وهروح على كيبانا وهبدا اكتب اوردر سيرفيس. انا مش فاكر كنت كاتبها ازاي. تعال نشوف مثلا في الاوردر سيرفيس بيمنت. جميل. اعمل كده. تمام. وبروح اقول له اند 1 2 3 وهعمل ايه ريفريش. جاب لي 6 هيتس حصلوا. فبيقول لك بدانا في واحد اسمه بريبير داتا بيفور سيفنج. تمام. والايتمز بتاع ودي الداتا اللي احنا حاطينها جواها. لو انا مثلا فرضنا انا عايز اشوف الفانكشن بتاعت الكوبون ايه اللي حصل فيها، فانا بروح هنا كده لحظه واحده هنا كده واقول له تشيك مثلا ذا جيفن كوبون. فخلاص مع اليوزر ده، فانا ممكن طبعا ازودها بعد الاوردر سيرفيس كده واعمل انتر فيجيب لي اللوجز بتاعها بالتحديد. فده اوردر سيرفيس وتشيك الكوبون. لو فتحت هنا كده بيديني داتا كتير جدا، بيقول لي مثلا ده حصل انهي وقت بالظبط واتعمل لوجز امتى وشويه تفاصيل وجه منين. وده طبعا الفولدر المرمي جواه. وده الداتا بتاعتي دي اللي يهمني كله هو المسج. تمام. المسج دي جايه منين؟ لو انت فاكر عندنا هنا في الكونفيجريشن بتاع اللوج ستاش. تمام. انا بقول له هنا كده حاجه اسمها مسج اهي، ارمي جواها نفس الشكل ده، التايم ستامب، الليفل، الكونتكست بتاعي. فادي المسج الكي وادي التايم ستامب بتاعي وادي الليفل بتاعت اللوج ودي الداتا بتاعتي. فطبعا هنا بيقول لك الاوردر سيرفيس وتشيك ذا جيفن كوبون. طب انا عايز اتاكد واشوف الباك جراوند جوبس بتاعتي اشتغلت وايه اللي حصل جواها. فانا ممكن اروح على اي سيرفيس هنا، اي جوب من اللي بتحصل دي زي مثلا بتاعت الانفنتوري، فاقدر اقول له بس اوردر سيرفيس وابديت الانفنتوري. تمام. على نفس اليوزر اي دي. انا عارف طبعا مش هنلاقي حاجه. تمام. في حاجه هنا غلط. مفيش حاجه. ليه؟ لان الجوبس ما اشتغلتش اصلا. فانا بس هنا محتاج اشغل الجوب. تمام. تعال نرستر الكيو وبعد كده هنشغلها بس. تمام. الجوبس بتاعتي اشتغلت اهي. فتعالى نرفرش تاني معانا كده. ماشي. تمام. فالاوردر سيرفيس وادي الجوبس بتاعت الانفنتوري اشتغلت وكل حاجه تمام. طيب انا دلوقتي هفترض سيناريو في مشكله حصلت. يعني هنيجي مثلا هنا كده في الابديت انفنتوري ده وهاجي مثلا انا هحسب الحرف الدي ده بحيث يجيب لك اندفايند فاريبل على سبيل المثال. طبعا انا محتاج ارستر الكيو عشان اي ابديت حصلت عليها. وتعالى نشغل الكيو بتاعتنا عادي خالص. تمام. جميل. نشغل بقى نبعت ريكويست بقى عادي على اليوزر برضو. تعالى نقول اليوزر ده مثلا رقمه مثلا 55. فانا بعت سند بوست ريكويست فقال لي خلاص 200 والدنيا شغاله زي الفل ما عنديش اي مشكله. فانا كاحمد انا مش عارف المشكله فين، ان انا ريكويست تمام وكل حاجه راجعه لليوزر ومفيش مشكله. تمام. فانا عندي مشكله حصلت. فانا ممكن من خلال البريفكس اللي انا حاطه ده. تمام. ماشي. اقدر بكل بساطه اجي هنا كده الغي كل ده وتعالى نكتب كده اوردر سيرفيس واكتب احط الاي دي الاوردر اي دي بتاعي مثلا اللي هو كان اوردر دي اللي كان راجع مثلا 4. فتعالى نحط رقم 4 هنا كده ونقول 4 ونسيرش. فانا بكل بساطه اقدر ابص هنا كده ده حصل ستارت اوردر بيمنت جوب. تمام. عدت مفيش مشكله. بعد كده تشيك ذا بيمنت عدت مفيش مشكله. ابديت انفنتوري مفيش مشكله. تمام. هوب حصل معايا ايرور هنا. فالليفل بتاعي ايرور حصل اثناء ابديت الانفنتوري. طب ايه المشكله؟ تعال نبص نفتح كده المسج بتاعتنا ونشوف. ممكن افتح هنا كمان. ايوه من هنا كده اقدر احولها كده بالشكل ده. بس نصغر عشان نشوف اكتر. فبيقول لي هنا كده ان في مشكله حصلت والاوردر اي دي 4 والمسج اندفايند فاريبل. تمام. طب ايه الايرور التريس بتاعه؟ التريس بتاعه بقى زي ما انت شايف كده. تقدر بقى تاخد التريس ده وتدبج المشكله وتعرف ايه اللي حصل وفي انهي مكان وفي انهي سطر بالظبط. تمام. ده كده على سبيل المثال. فانت بقى بنفس الشكل تقدر تاخد اي بريفكس عندك. طبعا لو انت اصلا عارف او حاسس المشكله في مكان ما بالتحديد فانت ممكن اوتوماتيك تاخد بس المسج دي. تمام. وتوفر على نفسك كل ده وتروح عامل كده. تمام. وتروح كاتب تشوف ده حصل كام مره. كام الايرور ده حصل كام مره وايه تفاصيله والكلام ده كله. دي حاجه من ضمن السيرش. تعال نشوف حاجه تانية احسن. احنا مثلا في كيبان هنا لو دخلنا على حاجه اسمها داشبورد. تعال نكريت داشبورد جديده. تمام. هنبدا نكريت فيجواليزيشن. انا بكريت واحد اهو. هنقول على التايم ستامب طبعا على نفس الاندكس بتاعي وعلى التايم ستامب هنا كده. حلو. فبيجيب لي هنا في 62 هيتس حصلوا بشكل عام. واحد كان في الوقت ده كان في 12 هنا وكان في 0 هنا. طب انا عايز اعرف الانفنتوري جوب دي حصل لها ايرور كام مره مع كام عميل.
انا من غير حتى ما حد يقول لي في مشكله، انا ممكن اسيرش هنا كده. تمام. تعالى ممكن نكبر الوقت شويه، نخليه مثلا ممكن ربع ساعه عشان لو في حاجات قديمه، واعمل ابلاي بس، فبيجيب لي ده حصل مره واحده بس، حصل مره واحده. طيب تعالوا مع بعض كده نشغل ريكوست تاني بحيث المشكله تحصل كذا مره. وتعالى كمان نغير اليوزر ده ونعمل مع اليوزر مثلا 99، وادي مره تاني. فكده في 3 ريكوستات راحوا ب3 اوردرات، وحصل 3 مشاكل المفروض. فانا هنا كده المفروض مثلا ارفرش بس كده. طبعا لسه ممكن تكون لسه ما وصلتش، تاخد لها كام ثانيه لغايه ما تيجي كده. بقت معايا ظهر 3، فالمشكله دي حصلت 3 مرات، الايرور ده حصل معايا 3 مرات. تمام. ادي مره هنا كده في الساعه 8:24، وحصل هنا مره الساعه 38 دقيقه، او ده صفر وده واحد. تمام. او دي الكاونت اوف ريكورد، سوري، ده 2 صح كده، وده كده 1 يبقى 3. ماشي. طيب احنا عايزين نعرف الاوردر سيرفيس اتعمل كام اوردر مثلا. يعني على سبيل المثال عايزين نعرف ان الكوبون اللي في الاوردر سيرفيس ده مثلا اتعمل له تشيكنج كام مره. فانا ممكن هنا بكل بساطه اعمل كده. تمام. واعمل انتر، بيسيرش دلوقتي، فجاب لي 7 مرات واداني داتا وهكذا. فانت زي ما انت شايف تقدر تعمل الداتا بتاعتك، وممكن تغير في الشكل بتاعها زي ما انت عايز، تخليه مثلا كده بالشكل ده او تغيره كده. فيعني شويه شارتس تقدر تستخدم منها وتتعامل عليها على اساسها بيزنس كامل. يعني ممكن الناس هنا في البيزنس، هنفترض مثال بسيط، سيناريو بسيط، انت عندك في اماكن معينه في الكود بتلوج بريفكس معين بداتا معينه. الداتا دي مفيده للجماعه بتوع السيلز او مثلا او الماركتنج او ايا كان، عايزين نعرفوا كام يوزر بيروح الريكوست ده، او كام يوزر بيعمل الاكشن ده. فانت حتى لو مش محتاج جوجل اناليتكس ولا حاجه زي كده، ممكن بكل بساطه من خلال اللوجز هتضيف لهم لوج بس وتديهم البريفكس، فتقول لهم البريفكس ده اسمه كذا 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 سيلز مثلا مش عارف ايه. هم هياخدوا البريفكس ده يفتحوا كبانه، هيعملوا هنا هيطلع لهم شارتس بقى وشويه اناليتكس محترمه، يقدروا يبنوا عليها شويه قرارات ويعملوا، وشو يقدر يضيف كمان شويه حاجات هنا كمان. يعني تقدر تضيف المسج نفسها على نفس الحاجه دي. فالحاجات دي مفيده بشكل عام، مش تكنيكال بس، لا ده تكنيكال وكمان حاجات على مستوى البيزنس. بس ده كان شويه ملخص بسيط عن اللوجينج وازاي اقدر استخدم ايه الكي، وخصوصا مع لارافيل. لو انت مش لارافيل هتبقى نفس الفكره، ان في الاخر زي ما قلت لك هو دوكر ايمج مبنيه، وانت بتسطبها عندك وتخلي السيستم بتاعك يكلمها وخلاص. فالموضوع ما فيهوش ملوش علاقه بفريم ورك او اي حاجه بالتحديد. بس ده كان شرح بسيط يعني عن ازاي نقدر ننتجريت ايه الكي، واتمنى يكون مفيد ليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.